نعمل من أجل هذا الموضوع، يعني فنخرج كلنا برؤية موضوعية على أساسها نتحرك. بكرة في وقفة احتجاجية من 11 للساعة 1 قدام الوزارة، بس يخلص الحوار الدكتور سيد وهنتكلم يعني. اتفضل يا أستاذ إيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح بيننا وبينهم بالحق. في الحقيقة أنا مندهش إن الذاكرة المصرية المشهورة بأنها من أقوى الذاكرات على المستوى الإنساني بتتناسى أو بتنسى. هذه المواقف مواقف ممن كانوا يقودون مصر في عصر النظام الذي تحركت كل مصر من أجل الخلاص منه. وأذكركم بأن الدكتور جابر عصفور كان أحد رموز هذا النظام، بل كان اليد اليمنى لوزارة الثقافة إبان تقلد الأستاذ فاروق حسني لوزارة الثقافة لمدد تقترب من مدة الرئيس المعزول. في الحقيقة الموقف ده متكرر، شاهدناه مع الأستاذ عبد الغفار عودة الذي أدخل أفضل التطويرات لقطاع الفنون الشعبية، فكانت النية بإزاحة هذا المطور، ولأنه شريف ويده بيضاء فلا بد من تلويثه. وبعد إحالته إلى المعاش ظل يتردد على نيابة الأموال العامة لإبراء ساحته، والحمد لله أن تم هذا قبل وفاته رحمه الله. ثم أن الدكتور جابر عصفور كان المهندس الذي قاد بعض مثقفي مصر من أصحاب المصالح إلى التوقيع على مناشدة السيد الرئيس المخرب الفاسد حسني مبارك لعدم قبول استقالة الوزير فاروق حسني بعد كارثة حريق مسرح بني سويف. والمدهش أن من يقودون مصر الآن هم نفس الأشخاص، هم نفس الشخوص. كلما ظهر شريف كلما تخلصوا منه، إما بحصاره أو إجباره على الاستقالة أو أن يتحرك مثلما تحرك الدكتور سيد خطاب لمواجهة فساد ما. لماذا تواجهون الفساد ولنا في حادثة المسرح القومي أسوة حسنة؟ من لا يعرف أن أهم قضية فساد تمت في السنوات القليلة الماضية كانت قضية المسرح القومي، الذي نبه إليها كثير ممن يهتمون بالثقافة في مصر والمسرحيين على رأسه. تم إقالة وإلغاء ندب ناصر عبد المنعم لأنه طلب تحويل أوراق المسرح القومي للنيابة العامة، فاستدعوا الزميل الفنان توفيق عبد الحميد والذي تكرر معه نفس الأمر، ولأنه رجل شريف. توفيق ده محترم لكنه أيضا غير مقاتل للأسف، فآثر السلامة وابتعد وانسحب لأنه طلب نفس المطلب، إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة. فأتى المتواطئ فتوح أحمد الذي ما زال يحتفظ دون ذكر اسمه مركزه رغم فأتى بمن يوافق على توقيع الأوراق حتى يتم التغطية على مصائب المسرح القومي. مش مصيبة واحدة، دول مصائب، واحنا ابناء البيت الفني للمسرح وكلنا يعلم ماذا يجري
خاصة في عمليات الإنشاء. للأسف الشديد أتى به، وبمجرد أن افتتح المسرح القومي رسميا بحضور السيد رئيس الوزراء، وهو أحد الأساسيين في لجنة الحزب الوطني الموقرة، جابر عصفور عضو لجنة السياسات، المهندس إبراهيم محلب مع جزيل احترامي وتقديري لهذه الأسماء عضو لجنة السياسات. إذا نحن ما زلنا أسر 30 سنة من القهر والظلم والفساد، وهناك إصرار على أن يستمر هذا الحال إلى الآن للأسف الشديد، للأسف الشديد. ونحن ننعى خرائبنا ونشاهد ما يحدث حولنا ولا مستجيب. المدهش أن الوزير الدكتور عماد الدين أبو غازي كان قد قرر اعتبار يوم 5 سبتمبر عيدا للمسرح المصري، وتم تسميته بيوم المسرح المصري. ثم أتى الدكتور شاكر عبد الحميد وأكد على هذا المطلب، ثم الدكتور صابر عرب وأكد على هذا المطلب. نفاجأ هذا العام لأن مهندس حريق بني سويف جابر عصفور يلغي احتفال وزارة الثقافة بهذا اليوم الذي يعتبر يوما للمسرح المصري. هؤلاء هم من يقودون الثقافة والمثقفين في مصر. المدهش أن لا يحرك أحد ساكنا في مثل هذه الجرائم. المدهش أن هذا المتخبط إداريا ظل يدير الثقافة المصرية كرئيس للمجلس الأعلى للثقافة 16 عام من 30 عام المشؤومة التي مرت على مصر. وال16 عام دي في نهاية مدة 30 سنة، أي في ذروة الفساد، في ذروة القهر والظلم الذي تم على مصر والمصريين. إن تجريف الثقافة هو مطلبهم، لأنها السلاح الوحيد القادر على إعادة الهوية المصرية لكل المصريين. اسمحوا لي، كنت والدكتور سيد خطاب كتفا بكتف في ميدان التحرير من 25 يناير إلى الآن. لم أرى مناسبة وطنية وثورية يدعى إليها إلا وكان في مقدمة الصفوف. الشرف تحكم به النيابة والقانون، لكننا نعرف بعضنا جميعا، نعرف من الشريف ونعرف من المتهافت على المصلحة والمتواطئ لإخفاء الحقيقة. لقد ظهرت شمس مصر الحقيقية منذ 25 يناير 2011، ولن تختفي هذه الشمس، ولن يستطيع غراب الثقافة وليس عصفورها، غراب الثقافة الذي ينعق لخرابها منذ أن أتى وقبل ذلك عندما كان معاونا في معاول الهدم التي تهدم هذا الصرح العظيم. المثقف المصري، المثقف المصري، المثقف المصري الذي لا يخشى في الحق لومة لائم، المثقف المصري الحقيقي. لأن للأسف الشديد في كل فئة طالحها وصالحها. الطالحين في هذه الفئة، فئة المثقفين، معروفون بالاسم واحد واحد، وسيأتي الوقت الذي نراهم معلقين على مشانق الحقيقة، مشانق الحق والعدل، مشانق
ليست لجز الرقاب ولكنها لفتح الفساد. إياكم والتستر على فساد، خاصة أن وزارة الثقافة بها من تلال الفساد ما يعمي الأبصار. لقد وصل الأمر إلى حافة الأنوف، هذه الرائحة التي تزكم الأنوف تخرج للأسف الشديد من أهم وزارة من وجهة نظري، وهي وزارة الثقافة، الوزارة التي تقود التنوير وتقود إعادة مصر إلى وضعها الطبيعي. وأأسف أن انفعلت وأشد على يدي زميلي الدكتور سيد خطاب، وأعلن من هنا أن من خرجوا في 25 يناير و30 يونيو لن يوقفهم أي شخص ولا أي قوة ولا أي سلطة عن ممارسة حقهم في إعادة وجه مصر الحقيقي لها. وشكرا على حسن. اتفضل.